يا صباح الخير. هنعمل النهاردة نوعين من الكيك يهونوا علينا في الحر اللي احنا فيه ده. وصفتين من الكيك احلى من بعض. اولهم هي كيكة المانجا، والتانية هي كيكة الكريم كراميل. ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا، ولو اول مرة تشوفوني انا اسمي مي. ويلا نبتدي. اول حاجة نعملها هي كيكة المانجا. بالنسبة للصواني اللي انا استعملتها هي اكبر صينية في الطقم المستطيل اللي احنا كلنا متجوزين بيه اولاد. ماشي. فهو مش مكتوب عليه على فكرة المقاس. اول حاجة معانا 4 بيضات، هنعمل كيكة الفانيليا. 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وكمان معاهم 3 اكياس من الفانيليا. واحط كمان 1.5 كوباية من السكر. بس تستغربوش ان هي كمية السكر كبيرة قوي، لا هي حلوة كده عشان تطلع الكيك طعمه حلو، سكره حلو. بالنسبة ان احنا هنحط كريمة كمان، ممكن تحطوا كريمة مسكرة، انا مش عايزة اسبق الاحداث. المهم دلوقتي اول ما حطيت السكر والبيض والفانيليا هبدأ ان انا اضرب كده لحد ما القوام يبدأ يتقل معايا، ويبقى كمان لونه فاتح بالشكل ده. بدل خطوة المضرب الكهربائي ممكن نستبدلها بالخلاط، ان احنا هنحط البيض والسكر والفانيليا لحد ما اللون يبقى لونه فاتح شوية. مش هديلكوا وقت محدد لانه خلاط عن خلاط بيختلف، وكده كده اصلا بنفس الخلاط كل شوية عشان ايه ما يتحرقش مننا. ننزل عليهم بكمية السوائل بتاعتنا اللي هي نص كوباية من الزيت، ونقلب تقليبة كده عشان الزيت بيبقى نازل في قاع البولة كده. واول ما نخلص كده تقليب نضيف عليهم معلقة من الخل كبيرة. لو احنا هنضرب في الخلاط بعد ما القوام يبقى، قصدي اللون يبقى خفيف، ماشي، هننزل بنص كوباية الزيت وكوباية الا ربع من الحليب كلها مرة واحدة. لكن انا هنا هنزل بس بنص كوباية الاول، وبعدين هضيف الربع كوباية بعد ما اضيف كمية الدقيق بتاعتي. تمام. انا عملتها قبل كده في الخلاط، وعملتها برضك بالمضرب الكهربائي، عشان كده بقول لكم إيه في الحالتين ممكن نعمل ايه. تمام. فضلت كده انزل شويه بشويه واقلب كده زي ما قلت لكم. لو احنا هنعمل في الخلاط بنحط كله مره واحده كده ونخلص. تمام. نضيف بقى كميه الدقيق بتاعتنا، هنحتاج 2.5 كوباية من الدقيق، وكمان كيس بيكنج باودر ونص، يعني كيس ونص من البيكنج باودر اللي هم بما يعادل معلقتين لو احنا نستعمل المعلقه. تمام. بضيف كوباية الأول وأقلب تقليبة كده، وبعدين أضيف كمية الدقيق التانية، وأضيف كمان الربع كوباية الأخيرة اللي احنا ركننا على جنب. لو احنا بقى نعمل في الخلاط بنضيف بقى البيض والسكر والزيت واللبن والخل كمان والفانيليا، ونضربهم الضربة الحلوة اللي احنا قلنا عليها من شوية. بعدين نحطهم في بولة ونضيف عليهم كمية الدقيق، واهم حاجة نكون نخلين الدقيق كويس والبيكنج باودر. ماشي. وفي هذه الاثناء واحنا بنعمل من الاول خالص البيض، لازم نكون مشغلين الفرن ودهنين الصينيه بتاعتنا زي ما قلت لكم، اللي هي الصينيه بتاعتنا اللي هو الطقم المستطيل ده. في كل بيت بنلاقي الطقم المستطيل الثلاثه اللي فوق بعض دول، اكبر واحده اللي هو الحجم العائلي خالص. تمام. ضفت كمية الدقيق بتاعتي كلها اللي هما 2.5 كوباية، وبقلب من فوق لتحت كده عشان الكيك ما يهبطش مني. بالنسبة للفرن هيكون شغال على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، والنار بس تكون شغالة من تحت. بنشغل الفرن امتى؟ اول ما نيجي نضرب البيض والسكر مع بعض. انا بقى خلصت الكيك بتاعي واتأكدت كويس جدا انه مفيش كتل من الكيك كده من الدقيق. قلب تقليبة كده ونضيف بقى الخليط بتاعنا في الصينية، ونحاول ان احنا نسويها كده عشان كلها تبقى متساوية، ومفيش حتة تبقى اعلى من التانية يعني. وكمان في حاجة مهمة، انه لازم نكون مسويين الرف بتاعنا كويس جدا عشان ما يطلعش مش مظبوط الكيك. نيجي بقى هنا في كيكة الفادج بتاعتنا او الكيكة التانية اللي هي كيكة الكريم كراميل. هنحتاج كوباية حليب وندفيها كده زي رضعة البيبي، وأول ما تدفى نضيف عليها معلقة كبيرة من الخل ونقلبها كده، وبعدين نركنها على جنب. لو احنا عندنا لبن رايب هنضيف كوباية لبن رايب بدرجة حرارة المطبخ، ما تكونش ساقعة. تمام. فالحليب الدافي ده والمعلقة الخل بنستبدله باللبن الرايب. واحتجت كمان المواد الجافة اللي هما 2.5 كوباية من الدقيق، وعليهم 1.25 كوباية من الكاكاو، وكمان معلقتين من البيكنج باودر اللي هما 1.5 كيس من البيكنج باودر. تمام. وحطيت كمان معلقة صغيرة من البيكنج صودا. اقلبها كده واركنها على جنب. وهحتاج كمان 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ وفانيليا، بس الحتة دي نسيت اصورها.
كنت بحسب الكاميرا شغاله. المهم ضفت على 4 بيضات و3 اكياس فانيليا، حطيت كوبايه ونص من السكر وضربتهم كده بالمضرب السلك. مش مستاهله بقى ان احنا نطلع المضرب الكهربائي والكلام ده، لان الكيك بجد تحفه جدا. عايزين تضربوها بالمضرب الكهربائي او الخلاط، اضربوا البيض والسكر بس مع بعض، ماشي، وبعدين حطوها في بوله، ماشي، لانه هو الكيك اصلا سهل. اضربها بس شويه كده لحد ما السكر يختفي، نحس ان هو اختفى، ماشي. وبعدين ننزل عليهم بالكوبايه الحليب اللي احنا شلناها على جنب، تمام. قلب تقليبه كده، وبعدين نضيف كمان نص كوبايه من الزيت. كل المقادير هكتبها لكم في صندوق الوصف، كيكه الفانيليا وكيكه الشوكولاته كمان، ماشي. وهكتب لكم كمان مقاس صغير شويه من الكيك لو انتوا حابين تعملوا مقاس صغير، تمام. واضيف بقى كميه الدقيق بتاعتي. بعد ما ضفت اللبن والزيت، قلبتهم تقليبه، بعدين ضفت كميه الدقيق بتاعتي كلها. وجنبي بقى كوبايه من الميه السخنه، مش عايزينها مغليه عشان ما تبوظش الكيك بتاعنا، تمام. عايزينها بس سخنه. اقلب كده تقليبه، ونيجي هنا بقى للميه السخنه. هنزل كوبايه بس مش هنزلها كلها مره واحده، هنشوف كده القوام اللي انتوا هتشوفوه كمان شويه. بنزل شويه ميه واقلب، بنزل شويه ميه واقلب لحد ما نخلص كميه الميه كلها. بقول لكم ليه ما تنزلهاش كلها مره واحده، لانه دقيق عن دقيق بيبقى يختلف في نسبه شربه للسوائل. وكده كده احنا حاطين من شويه كوبايه حليب وعليها معلقه كده من عندي، ماشي. حطيت بقى كميه الميه بتاعتي كلها، خدت كوبايه. وخلاص كنت خلاص هطلع بقى الكيك الفانيليا من الفرن، وادخل كيكه الشوكولاته. ادهن الصينيه بتاعتي دهنه حلوه كده من الزيت، وبعدين احط كميه الكيك بتاعتي او الخليط بتاعي في قلب الصينيه، واحاول ان انا اهز الصينيه كده، يعني هزه كده عشان كل الكيك يطلع بسوا واحد، تمام. وادخله بردك على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني، والنار بس تكون شغاله من تحت، وكمان المروحه شغاله. طلعنا بقى الكيك الفانيليا كده وسبته هدي، وكمان طلعنا كيكه الشوكولاته كده زي ما انتم شايفين الكيك. بجد اليوم ده كان ريحه البيت ايه فظيعه. سبتهم لما هديوا خالص كده. وبعدين اجهز بقى الحاجه اللي احنا هنسقبها الكيك. هنحتاج بقى كوبايه من الحليب، ماشي، وعليها كمان معلقه من قهوه سريعه الذوبان بس تكون مصريه، ماشي. وحط كمان معلقتين من السكر صغيرين برضو، دي اللي احنا هنسقيبه كيكه الفادج، ماشي. انا ما سقيتش كيكه الفانيليا لان كيكه الفانيليا هشه وجميله وطريه وحلوه قوي، ماشي. هنا انا عملت فيها نينجا قوي. وراح احط ايه السكر والكنكه على النار، فالحمد لله البوتاجاز اتغسل تاني. المهم كده بعد ما اللبن بدأ ان هو حسيت ان هو خلاص دافي كده وبقى دافي، ماشي. والكيك بيكون بارد، الحليب دافي والكيك بيكون بارد. بخرم كده الكيك بتاعي، وبعدين اضيف كمية الحليب بتاعتي، كوباية حلوة لكمية الكيك للصينية، ماشي. نحط بقى هنا الكريمة بتاعتنا على كيكة الفانيليا. احنا عملنا كريمة ضربناها كتير مع بعض، فانا ايه حبش ان انا اصور الحتة دي. على فكرة بقى الكريمة انا ما حطيت لها السكر، ماشي، لان سكر الكيك حلو، وكمان المانجا كانت مسكرة. فعشان كده في الاول كنت بقول لكم ايه ما تستغربوش كمية السكر اللي احنا حطيناها في كيك الفانيليا، ماشي. حطيت بقى الكريمة وسويتها كويس جدا، وبعدين حطيت المانجا بتاعتي، وبدأت ان انا بس ايه ان انا اغطيها بطبقة من جيلي المانجا، او هو جيلو اسمه جيلو المانجا، ماشي. عشان ايه بس ما تسمرش او ان هي تسود. لو احنا بقى مش هناكلها في نفس اليوم، ما نحطش المانجا عليها الا ما نيجي ناكلها، قبلها يعني ب10 دقايق كده عشان المانجا بتسود، تمام. لكن لو انتوا عندكم جيلو المانجا ده حطوه. نيجي بقى لطبقة الكاسترد او طبقة الكريم كراميل بتاعتنا اللي احنا هنحطها على كيكة الفادج. احتاجت 4 كوبايات من الحليب، هما بانوا ان هما 3 كوبايات ونص، بعدين انا حطيت ايه نص كمان، عشان حسيت ان كمية الحليب هتبقى قليلة شوية على الصينية بتاعتنا الجبارة اللي احنا عاملينها دي. وحطيت كمان كيس من الكريم كراميل، واحط كمان كيس من الفانيليا،
واحط كمان معلقتين من الكاسترد عشان يظبط قوام الكريمه بتاعتنا، لانه كيس الكريم كراميل قصاده كوبايتين من الحليب، واحنا كمان زودنا كوبايتين كمان لانه ما كانش عندي كريم كراميل، كسلت ان انا انزل اشتري، فعشان كده ظبطت قوام الكريمه بتاعتنا بالكاسترد. حطيت 4 كوبايات من الحليب، كيس من الكريم كراميل، وكمان معلقتين من الكاسترد، وكمان معلقتين من السكر عشان نظبط سكر الكريمه بتاعتنا. لكن احنا بقى لو عندنا كيسين من الكريم كراميل نحطهم عادي على 4 كوبايات من الحليب. اقلبهم تقليبه كده. هنا رجعت حطيت النص التانية، انا في الاول حطيت معلقه ونص، بعدين رجعت لما حطيت النص كوبايه الحليب الاخيره حطيت النص التانية. تمام. واقلبهم تقليبه كده على البارد، وبعدين ارفعهم على النار. بالنسبه لقوام الكريمه زي ما انتوا هتشوفوه كمان شويه، مش سميك زي اللي احنا بنعملها المهلبيه، لا احنا شوفوا الغليان بتاعه عامل ازاي، يعني قوامه حالا هيظهر اكتر لما نيجي نحطه على الكيك. وده قوام الكريمه بتاعتنا كده. افضي بقى الخليط بتاعنا كله مره واحده كده، وظبطها واركنها لما تهدى خالص، وبعدين ادخلها التلاجة. ولو احنا مستعجلين عليها قوي شغلوا لها المروحه كده وندخلوها في اوضه التكييف. ماشي. لقوا في فقاقيع كده شكلها حلو قوي، قعدت اتفرج انا وولادي عليها عشان احنا تافهين. المهم يعني سبتها لما هديت خالص، ونيجي نعمل الطبقه الاخيره. هنحتاج 250 ملي من الميه، يعني كوبايه ماشي من الميه. ماشي. واحط كمان كيس كريم كراميل، وكمان معلقه صغيره من قهوه سريعه الذوبان. لو احنا مش عايزين نعمل الخطوه دي، احنا عاملين طبقه كده خفيفه كده من الكريم كراميل، فاتحه كده. ماشي. عشان الايه بقى ده كراميل يا جماعه. ماشي. دي اكنها طبقه كراميل. لو احنا مش عايزين نعمل الخطوة دي، ممكن نجيب اكياس الكريم كراميل كده ونحطها عليها من فوق، او ممكن رشة كاكاو، اي حاجة. حطيت الكريم كراميل مع المية والقهوة، وقلبتهم تقليبة كده، واول ما بدأوا يغلوا طفيت وحطيت الكريم كراميل اللي هو الخفيف ده اللي هو بالقهوة على الكريم كراميل بعد ما برد خالص. وده كده شكل الكيك بعد تاني يوم. ماشي. كنت واخداهم لاختي. ماشي. فانا مش هقدر اقطع كيكة المانجا عشان شكلها ما يبصي، بس يا حلوين. كده الفيديو بتاعنا خلص، اشوفكم في فيديوهات تانية، وباي باي.